اهلا بحضراتكم وحلقه جديده والامن في اسبوع. اليوم هو يوم اليتيم، واحتفلنا كلنا بيوم اليتيم. اليتيم اللي زادوا في الفتره الاخيره اثر الاحداث اللي بنشوفها والغدر الجبان اللي بنشوفه من جماعات ارهابيه بتعمل على اصطياد افراد الشعب من جيش وشرطه وحتى الافراد المدنيين العاديين. طبعا خالص تعزينا لكل شهدائنا شهداء الوطن من الجيش او الشرطه او من الشعب، لكن احنا بالتاكيد الاسبوع اللي فات لما شفنا حادثه العميد طارق المرجاوي اللي توفي فيها او استشهد فيها، اعتقد ان كلنا اصبنا بخالص العزاء، ويعني احنا بنحاول نقدم عزائنا لاسرته، وكلنا اصبنا بحزن شديد جدا. يمكن ده انعكس حتى على الشعب المصري وعلى الشوارع المصريه في يوم الحادثه، ان كان في الناس كلها عزفت عن النزول من بيوتها، والناس كلها قعدت في بيتها بتتابع الأحداث وبيتابعوا ما يحدث على الساحة الأمنية بوجه عام، وكله استنكر عدم دخول الشرطة للجامعات المصرية لحمايتها وتنقيتها زي ما بيقولوا. لكن في البداية قبل ما نتكلم ونطرح اللي حصل، يعني جامعة القاهرة سمحت في النهاية بدخول الشرطة لحرمها علشان يعيدوا تنظيم الأمور داخل الجامعة، لكن الكلام ده على جامعة القاهرة فقط مش عين شمس والأزهر. ليه؟ هنعرف كل الكلام ده النهاردة في خلال حوارنا مع سيادة اللواء علي عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق. أهلا بيك معنا يا فندم. اهلا بيك يا باشا. اسمح لي يا فندم قبل ما نبدأ الحلقة ونتكلم في تفاصيل هذا الحادث الأليم، فاصل سريع وتقرير سريع عن جنازة الشهيد العميد طارق المرجاوي، ونعود مرة أخرى لمواصلة حديثنا. اتفضل. أنا والعميد طارق المرجاوي والعميد عادل هيكل والمقدم حازم العراقي والرائد حسن الصبان. كنا واقفين، كان طارق المرجاوي مجتمع معانا بيدينا التعليمات، واحنا واقفين في لحظة لقيت القنبلة انفجرت الأولانية، ابتدينا نتفرق. طارق هو الوحيد اللي فضل في مكانه، كلنا جرينا الناحية التانية. رجعنا بعدها تاني عشان نطمن، كان طارق واقع في الأرض، وكان عبد الرحمن بالصرافي كان واقع في الأرض. جرينا عليهم عشان نطمن، كانت القنبلة التانية انفجرت. اللي حصل كنا بنوزع القوات لسه وبنعقم المكان على أساس لو في برضك أي متفجرات أو حاجة، وأثناء الانتشار والتطهير للمكان فوجئنا بانفجارين ورا بعضيهم على طول. أنا أصبت في رجلي اليمين وبعض إصابات برضك في أماكن متفرقة بالجسم، وفي العميد طارق المرجاوي من المباحث كان قصادي كده، حسيت إن هو مفيش حركة خالص، وعميدة اسمه عادل هيكل ومجموعة تانية، والحمد لله رب العالمين. الله يرحمك يا بطل. اعتقد ان العميد طارق المرجاوي الشهيد طارق المرجاوي احنا كلنا كنا في منتهى الحزن لما تلقينا خبر وفاته، وربنا يشفي المصابين في هذا الحادث الأليم. انا عاوز اخذ من سيادتك تعليق سريع على هذا الحادث. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بنترحم على البطل المؤدب الخلوق العميد طارق المرجاوي.
اشتغلت في الجيزه، وكان ليا برضو حظ ان انا يشتغل معايا طارق الله يرحمه، اشتغل معايا عمه احمد اللي هو احمد المرجاوي. انا عاصرت 2 اشتغلوا معايا في مديريه امن الجيزه. الراجل ده خلوق مؤدب متفاني، وعمه برضو كذلك احمد، بنترحم عليهم. وزي ما قلت حضرتك في المقدمه، يوم اليتيم هم ولاده، اعتقد انه ابهاتهم كتير، كل شعب مصر ابوه، كل شعب مصر بيته، لان الطفل اللي اتيتم ده على ايد جماعه ارهابيه ليه عند ربنا نصيب وحظ، وليه في قلبك عطف، وفي قلب انا كمان عطف، لان هو ملوش ذنب ان هو اتيتم. يكون ان ابوه ضابط وبيخدم الوطن ينال الشهاده، وده حق علينا. لكن حق الطفل ده برضه انه ينعم بابوه، ينعم بابوه شويه كده، يعني لما يكبر كده في السن ويبقى كبير كده قدنا يعني. ربنا يصبرهم يا الله فندم يرحمه ويصبرنا جميعا. ويصبر اسرته ويصبر زملائه. حضرتك سمعت شفت في التقارير ان بعد ما فتشوا المنطقه وتاكدوا من خلوها من اي متفجرات، بداوا يوزعوا القوات، كلام جميل قوي. اللي بيعمل تفجير زي ده ما بيعملوش الساعه 7 الصبح، او ما بيهيئش مسرح العمليات قبلها بساعه، لا، ده مسرح العمليات بيهيئ قبلها بفتره كافيه جدا، واترصدت القوات واتعرف اماكنهم، وبعد كده حان وقت التنفيذ. ما تستعجبش ان بعد ما التفتيش اللي تم ده ايه والتطهير اللي تم ده ايه، ما تستعجبش. هم بيرصدوا كل سكنه وكل حركه، وهم عارفين كل ضابط موقعه ايه ومكانه فين، والمجند ده خدمته فين، وامين الشرطه، لان الموقع ذات نفسه بيترفع. وهم عتاه في العمليات الارهابيه، متخصصين في ده. عتاه. في بعض المعلومات او الاستنتاجات اعتقد انها لازم توضع محل الاعتبار. اولا التكنيك اختلف، يعني اول مره توضع قنبله في شجره، ده في حد ذاته كتكتيك دي جديده خلاص. لكن موضوع القنبله اللي في لوحه الاعلانات دي سبق انها كانت موجوده قبل كده في خلف جامعه الازهر في مدينه نصر امام مجمع مدارس الملك فهد، وتم ابطالها. يعني اذا والثالثه كانت موجوده مدفونه في الارض قدام الكشك بتاع الحراسه الامنيه. لازم يوضع في الاعتبار ايضا ان الموبايلات اللي بيتم التفجير بها عن بعد لازم يكون خلال 24 ساعه، والا بطاريه الموبايل نفسها ممكن تفصل لانها مش مشحونه، وبالتالي لازم يكون المسح دوري على الاقل كل 12 ساعه او كل 24 ساعه. هل بيوضع في الاعتبار مثل هذه الاشارات او الاساليب الاخوانيه الارهابيه في التعامل التفجيري تحديدا؟ لو حضرتك رجعت لبدايه كلامي قلت ان هو تم الرصد. طبعا. اشمعنى الشجره دي؟ لان الضباط بتستظل بيها في لانها الشمس، كثيفه وقديمه وكبيره، كثيفه وقديمه، واتعرف ان في نهايه كل راوند او كل دوره بيعملها سيد الضابط بيجي يستظل تحت ايه؟ الشجره دي. يبقى انسب مكان ان احنا نحطها فين؟ قنبله. ده اختيار كده على طول. طيب حضرتك لو مشيت في شارع الجامعه شوف كم الاعلانات اللي موجوده على الجانبين وعلى الجزيره الوسطى. الجزيره اللي في وسط في شارع الجامعه. انت هتوصلني لمرحله ان انا افتش كل لوحات الاعلانات اللي في مصر كلها؟ مش ممكن. مش ممكن. أي. عملا مش ممكن. لكن انا اعمل ايه؟ انا افعل اجهزه البحث وجمع المعلومات. مين اللي بيصنع
المتفجرات دي وبيعمل الدوائر التفجير ديت على مستوى القاهرة او على مستوى مصر. ما هو المحافظات التانية برضو ما هيش في منع وعزلة عما يحدث في القاهرة والجيزة. لا، ما هو ممكن تحصل في الزقازيق، في المنصورة. لكن في الحالة ازاي يا فندم تحديدا، يعني طلع على مواقع التواصل الاجتماعي في صفحة طلاب كلية الهندسة تحذير لزملائهم من الاقتراب من المكان ده تحديدا قبليها بحوالي 12 ساعة، وعلى موقع تويتر لنفس طلبة كلية الهندسة كان في تحذير مباشر بعدم التواجد في هذه المنطقة قبل التفجير بساعة. ده ما يفتحش، ما يديش خيوط لأجهزة البحث الجنائي انها تتعامل مع مثل هذه الصفحات، مع مثل هذه التحذيرات وتاخدها بعين الاعتبار. هو طبعا لازم نفكر بفكر عدوك، ما تفكرش بفكرك انت. فكر بما يدور في خلد عدوك. لازم تؤخذ هذه الاعتبارات وتتصفى المعلومات اللي فيها وتتراجع ويحصل مننا تحذير عشان صدق هذه المعلومة أو عدم صدقها. لازم كل الحاجات دي، لأن الجريمة دلوقتي أصبحت يعني متطورة جدا. أساليب الحديثة في التفجير عن البعد بقت متطورة. تداول الأدوات الداخلة في صنع القنابل بقى عند البقال ممكن تشتري المواد الأولية اللي بيصنع منها. الصواريخ والشماريخ والحاجات دي متوفرة يا باشا. لا يعني رغم انها موجودة في العتبة وفي مش عارف فين يعني وجود بعض خريجي كليات العلوم والهندسة داخل هذه الجماعة الإرهابية بيوفر لهم طبعا التكنيك والعلم. ويحط هنا قد ايه جرام وهنا كام جرام والمفجر فين والجسم الضاغط فين. لان اللي حصل ده موجات تضاغط وتخلخل من واقع الانفجار. حتى تلاقي القريب من مكان الحادث بس هو اللي بيصيبه المسامير. كلها قنابل بداية الصنع فعلا زي ما بيقولوا. العميد طارق الله يرحمه كل الجنب الشمال ده اخترقوا اجسام غريبه من الابوه البدائيه الصنع. فندم، احنا عارفين ان جامعه القاهره او الجامعات تحديدا مناطق ساخنه، وجامعه القاهره يمكن احنا عانينا منها كتير في الفتره الاخيره، ومع ذلك بنلاحظ او نلاقي ان السيد رئيس الجامعه الدكتور طارق جابر نصار رافض دخول قوات الامن جوه، والفتره كبيره جدا الا لما اتخذ قرار وبشكل اعتقد ان هو على مستوى العمداء، انا ما اعرفش هو شخصيا كان حضر الاجتماع ده ولا لا، ان هم على الاقل يسمحوا بدخول قوات الشرطه لجامعه القاهره. كيف تقرا مثل هذا القرار؟ انا يعني من طبيعه عملي كظابط بحث ما باخدش الاخبار كده، لكن انا عرفت ان في بعض المصالح اللي بتربط بعض المسؤولين بهذه الجماعه الارهابيه. كون ان واحد من المسؤولين دول بقى له مكتب محاماه موكل عن احد رموز هذه العناصر ودعاة العنف، فطبعا هو من مصلحته ان استمرار المظاهرات دي عشان يستغلوها في اذاعتها خارج مصر ويصوروا للعالم ان الامور غير مستقره. بدليل ان في السابق قبل الحكومه الحاليه دلوقتي كان في واحد حلف بالطلاق وواحد حلف على جثتي لو دخل الحرس الجامعه مره تانية، واللي اتشنج واللي عمل عشان ايه؟ حضرتك دي مصالح بتتعارض مع مصالحه بتتعارض مع استقرار الحاله الامنيه داخل الجامعه. انا واحد زي انا كده في عمري وفي سني مش مطمع للجماعه دي عشان كده، لكن هو عينهم على مين؟ على الشباب. هو ده اللي هيكمل معاه، وهو ده اللي هيربي منه كوادر. اللي ينفع منهم في العنف هينفع، واللي ينفع منهم في الفكر هينفع، واللي ما ينفعش في اي حاجه او عدد بيتحشد زي ما حضرتك شفت. معنا تليفون اتصال سياده اللواء منير رمضان رئيس المحكمه العسكريه الاسبق. الو سياده اللواء منير. ايوه اهلا بيك معانا يا فندم. اهلا وسهلا. سياده اللواء منير لو سمحت، هو كان في سؤال هام جدا عن معامله مجند الداخليه او مجند الشرطه
هذا المجند مش بيحسب كمجند زيه زي القوات المسلحة؟ يعني في حالة الاستدعاء مش بيكون الأول بيروح لمعسكر قوات مسلحة وبعدين بيتم الفرز وتوزيعه سواء في الداخلية أو على أسلحة القوات المسلحة؟ ليه مجند الشرطة ما بيعملش أو بيحال في حالة الاعتداء عليه لمحاكمة عسكرية أسوة بمجند القوات المسلحة؟ هو حضرتك مجند الشرطه اساسا من ضمن الخطه بتاعه التجنيد بتاعه القوات المسلحه بصفه عامه. تمام. يعني القوات المسلحه بتقول مواليد سنه كذا بينضموا لمناطق التجنيد المختلفه لاجراء الكشف الطبي ودخولهم الى التجنيد. حته التوزيع بقى ان ده راح وحده من وحدات القوات المسلحه وده راح وحده من وحدات الامن المركزي وما الى ذلك. هنا بتفرق لان الشرطه المدنيه هي هيئه مدنيه ذات صبغه عسكريه. لكن لا ده عشان كده هم بينظر قضاياهم امام القضاء المدني العادي، القاضي الطبيعي بتاعهم. لكن احنا بنطالب في الظروف دي، الظروف اللي احنا فيها، المنظر اللي احنا شفناه، الخسه والسفاله والنداله وقله الادب اللي شفناها قدام جامعه القاهره، بنطالب بضروره تطبيق قانون الاحكام، قانون القضاء العسكري، وان هم ينظروا امام المحاكم العسكريه لسبب واحد، للقضاء الناجز. القضاء العسكري يا جماعه قضاء عادل جدا، ولكنه بيتميز بسرعه الانجاز. تمام. ده نمره واحد. نمره اثنين، المواد اللي بتحكم سواء امام القضاء العسكري او امام القضاء العادي هي مواد قانون العقوبات، الماده 86 وما بعدها من قانون العقوبات. كل اللي بيفرق عن ده من ده الانجاز سرعه فقط. الانجاز، ولابد ان يكون هناك ردع. احنا النهارده اولادنا بيتعرضوا للموت في كل ثانيه. النهارده لما العميد المرجاوي الله يرحمه بهذا السوء وبهذا المنظر اللي شفناه كلنا على التلفزيون، مين يتحمل؟ مين يتحمل اللي جاي ايه؟ الناس دي بتعد على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الكلام ده كله انها هتصعد الاحداث. الى امتى هنصعد الاحداث؟ لامتى؟ لازم يبقى في ردع، ولازم نوقفهم عند حدهم تماما، ولازم ما تبقاش في ايد مرتعشه. ونسيبنا بقى من حته رد المحكمه وما ردش المحكمه، لازم يكون هناك تعديل في قانون الاجراءات. الاجراءات واحد. هو تم التعديل في قانون العقوبات. قانون العقوبات كافي، لكن قانون الاجراءات لابد ان يتعدل في موضوع الرد وما الى ذلك. ده نمره واحد. نمره اثنين، لابد ان اذا الامور ساءت الى هذا الحد لابد ان افرض حاله الطوارئ. لابد. ويبقى الضرب بايد من حديد. اللي بيموتوا دولت ولادنا واخواتنا، حرام. دي حقيقه. شكرا سياده اللواء منير رمضان رئيس المحكمه العسكريه الاسبق، الف شكر يا فندم على مداخلتك. اتكلمنا يا فندم وسياده اللواء منير اتكلم على تعديل القانون، واحنا عارفين ان مجلس الوزراء عمل قانون الارهاب او مشروع قانون الارهاب ورفعه للسيد رئيس الجمهوريه لاقراره. هل سيؤثر كثيرا قانون الارهاب في الواقع المصري؟ طب من هنا لغايه ما يتم تطبيق القانون، طب ما انت عندك قانون العقوبات زي ما قال منير بيه في المداخله دلوقتي. عندك قانون العقوبات كافي. وعندك بتقسم اي اعمال عنف او ارهاب في قانون العقوبات اللي هو بصوره واضحه. ايوه يا فندم. قانون 58 لسنه 37 لسنه 37. عندك الماده 86 منه اهي بتعرف ايه هو الارهاب. ايه يا فندم؟ رهنا بعد اذنك. يقصد بالارهاب في تطبيق احكام هذا القانون كل استخدام للقوه او العنف او التهديد او الترويع يلجأ اليه الجاني تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي بهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر، اذا كان من شأن ذلك ايذاء الاشخاص او القاء الرعب بينهم. القاء الرعب في حد ذاته قانون او تعريض حياتهم او حريتهم او امنهم للخطر او الحاق. افهم من كده يا فندم ان تطبيق القانون هو المشكله؟ ايوه يا فندم. التطبيق انت عايز اراده لتنفيذ القانون. بس انت اللي ينقصك اراده تنفيذ القانون.
بيكون انت شايف ان في بعض مراعاه للابعاد الاجتماعيه، للبعد الاجتماعي مثلا لعدم طب خلاص بقى، ما تنفيذه، كنا لغينا. للبعد السياسي طب الموجود. ماشي خلاص، كنا لغينا قانون كمرحله انتقاليه. العقوبات. كنا لغينا قانون العقوبات معانا في مراعاه البعد الاجتماعي. ده بيقول لك حتى او الحاق الضرر بالبيئه. يعني الواد اللي حرق الشجر في الأورمان وفي ناحيه الجيزه، وحرق الشجر في جامعه الازهر، ده يعاقب. اضرار بالبيئه. ده يعاقب يعني تحت طائله القانون. ايوه. الله، امال في ايه يا فندم؟ ما في اراده، بس انت لازم يبقى الدوله عندها اراده لتنفيذ القانون. بس يا فندم في الاونه الاخيره الداخليه وقع على عاتقها العديد من المسؤوليات يا فندم. هقول لحضرتك بس يعني لن ترقى هذه الامه الا بانفاذ القانون واعماله. لن تتقدم، لن تحل مشاكلها الا بانفاذ القانون. عشان ساعتك تبقى عارف يعني. طب ايه يا فندم المطلوب من الشعب عشان يعاون الداخليه في ده، او يعاون الجهاز كل واحد مننا يبدا بنفسه. حضرتك ما تستغلش مساحه من الشارع عشان تتيح للمره وللعربيات هو انت في رصيف دلوقتي؟ فين الرصيف؟ دي مرحله الاداء على الرصيف بحد ذاته. فين الرصيف؟ مفيش رصيف، او حتى اسلوب ولا في طريق. يبقى كل واحد مننا يبدا بنفسه، يبدا بمسؤولياته بنفسه في كل المواقع في الدوله. وحضرتك هتطبق وانا هطبق والثالث هتطبق، هتلاقي الامور بدات تستقر. هنحط بعض الضوابط، هنفعل بعض العقوبات في قوانين المرور، هنفعل بعض العقوبات في المباني بدون ترخيص، هنفعل بعض. يعني ايه؟ عايزين كده حمله لتنفيذ القانون في كل القطاعات. لو عملنا كده هنرقى ان شاء الله قريبا باذن الله. شكرا سياده اللواء علي عبد الرحمن مساعد وزير الداخليه الاسبق. الف شكر يا فندم وجودك معنا النهارده. الف شكر يا فندم. طب ليا كلمه بس صغيره. اتفضل يا حبيبي، اتفضل. ارجو من الناس اللي بيقولوا ان احنا بندعو للتوافق والتصالح، يا حبيبي روح زور شهداء، زور مصابي القوات المسلحه ومصابي الشرطه في المستشفيات. ده ابنك، وقدم له ورده صغيره عشان حتى لما تيجي تتكلم على الوفاق تلاقي اذن تسمع لك. او حتى امشي في جنازه شهيد يعني. او امشي في جنازه شهيد ترحم عليه، لكن ما تجيش شكرا سياده اللواء علي عبد الرحمن. انا اللي بشكرك. شكرا يا فندم وجودك معنا النهارده. يا رب يخليك. خالص العزاء لاسر شهدائنا الكرام، ارجو يا رب انها تكون اخر الاحزان باذن الله رب العالمين. انا بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه. الى اللقاء وحلقه اخرى جديده والامن في اسبوع.